طبعا كل الزملكاويه بيفرحوا وفرحانين بتجديد احمد فتوح. احمد فتوح لعيب كبير جدا وباك ليفت جامد جدا في نادي الزمالك، ومؤثر وجوده لعيب دولي، ولعيب معنى لعيب دولي يعني لعيب تثق في امكانياته وقدراته. وده اللي انا بقول ان ما ينفعش لعيبه تلعب في بعض الانديه كده في مصر وخصوصا نادي الزمالك، لازم اللعيبه اللي بتلعب في نادي الزمالك كلها تبقى دوليين. لكن للاسف احنا في وقت حاليا غالبيه اللعيبه كلها، انا اسف يعني، دون المستوى في نادي الزمالك. انت لعيبه بتجتهد لكن مش لعيبه تقيله، اصحاب شخصيه او اصحاب كاركتر في الملعب او اصحاب ان هم يحدثوا الفارق. عندك 3-4 لعيبه في الفرقه، لكن المجمل نادي الزمالك قدامه فرصه ذهبيه، والكابتن حسين لبيب اذا انت هتجيب مدرب جديد وكبير واسم كبير يبقى لازم له لعيبه اسامي كبيره ولاعيبه جديده، لان في لعيبه في نادي الزمالك حاليا المفروض تمشي. اذا انت مستمر مع معتمد جمال فاللعيبه الحاليين هم من يليقوا بمعتمد جمال، مش تقليلا منهم لكن على قد قدرات معتمد جمال. فانت المضطر حاليا معاك فتره توقف دوليه، فتره طويله جدا، تقدر تجرب لعيبه، تقدر تصعد من الناشئين، تقدر تشوف الطريقه اللي هتناسبك اللي تلعب بيها الفتره اللي جايه. انت معاك الكونفدراليه والمفروض تاخدها، مفيش فيها منازع، المفروض خلاص دي بتاعتك. غالبيه الفرق الثقيله مش موجوده، يمكن هتلاعب قبلك بس الفرقه المغربيه وخصوصا نهضه بركان، لكن مع احترامي الشديد المفروض البطوله بتاعتك. فانت معاك وقت ذهبي، وقت تقدر تطبق طريقه كويسه تناسب امكانيات وقدرات اللعيبه اللي عندك، او تحفظهم وتصعد بعض اللعيبه وتطمن على اللعيبه المصابين. يعني قدامك فرصه ذهبيه انك انت تقدر تستغلها. تاني في حاجه يا جماعه، حاجه عايز اقولها لكم بخصوص عقد زيزو. طبعا زيزو المفروض يتباع بمبلغ اكتر من كده، زيزو ما يقلش عن 15-20 مليون، وخصوصا انك رايح الدوري السعودي، الدوري السعودي بيدفع بال 100 مليون و200 مليون، فمش يرمي لنا اي حاجه تجري. اتقل واعمل لنفسك قيمه، لان هم هيدفعوا، هم عندهم ما شاء الله وبيجيبوا لعيبه كبيره ولاعيبه اسامي، وزيزو لا يقل عن اللعيبه الدوليين المحترفين هناك سواء ايا كان مين هو. لا، زيزو هيفيد الشباب السعودي وهيفيد اي فرقه بيلعب فيها. زيزو لعيب دولي ولعيب تقيل ولعيب مؤثر في الصناعه والتهديف، ولعيب سريع، لعيب قوي، لعيب تصويب. فالمفروض اداره نادي الزمالك تتقل، لان هيجي لها مبلغ كبير. اذا عايزينه يحطوا مبلغ حلو 20 مليون، وساعتها انت تقدر تجيب فرقه كامله بالمبلغ ده وتخلص القضايا اللي عليك، ويبقى نادي الزمالك كده مستقبله تمام ومفيش منه مشاكل. المهم نتمنى التوفيق لنادي الزمالك ونتمنى التوفيق لاداره نادي الزمالك. وعايز قبل ما ننهي عايزين نفكر في اسم القناه يا جماعه. القناه ديت طبعا قناه الزملكاويه كانت اسمها نبض الزمالك، عايزين نختار اسم كبير كده واسم جديد واو لقناه نادي الزمالك. فايه الاسم اللي تختاروه او ترشحوه نقوله الاسم نادي الزمالك؟ البيت الابيض فيه اسامي، كلها في اسامي كتير، عايزين نجيب اسم واو واسم ننفرد بيه عشان القناه دي هتبقى قناه ضرب نار للزملكاويه. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت.